السلام عليكم اعزائنا متابعين قناة مطبخ خمس نجوم. هنتكلم مع بعض النهاردة عن حاجة جديدة جدا، ازاي تشتري البطيخة زي الخبراء. يعني كتير جدا مننا بيشتري البطيخة وفي الاخر بيروح بيها فرحان كده بيها، وفي الاخر يفتحها كده يلاقيها بيضة. فاحنا هنعمل مع بعض دلوقتي في البطيخة، نعرف مع بعض ازاي نشتري البطيخة صح. اول حاجة البطيخة الصح انك تشتريها ازاي تطلع حمرا وكويسة جدا. في كذا علامة. أول علامة إنك لما تيجي تشتري البطيخة هنشتريها، هتقلب في البطيخة كده. أول حاجة تختار الحاجة الكبيرة. الحجم الكبير بتكون البطيخة يعني إيه قعدت فترة كبيرة في الأرض وكبرت واتغذت، فالكبير دايما بيكون كويس. الكبير دايما بيكون كويس. تمام. دي النقطة الأولانية. حاجة تجيبش الحاجة الصغيرة هتكون دايما لسه ما استوتش، فدايما تشتري الكبيرة. النقطة التانية هناخد بالنا ليها ان هي واحنا بنشتري البطيخه هنيجي نبص كده. شايفين العنج ده؟ العنج بتاعها، العنج ده هو لو كان زي الحجم ده. الحاجه التانية نراعيها واحنا بنشتري البطيخه ان احنا نشتري الحاجه اللي هي عنجها صغير. العنج الصغير ده معناه ايه؟ شايفين الحجم قد ايه؟ يا دوبك قد ايه الضفر. العنج الصغير ده معناه ان قشرتها رفيعه خالص. كل ما يكون العنج ده كبير معناه ان القشره فيه احيانا بتلاقي بطيخه عنقها كده، معنى انك تلت البطيخه او 10 15 و20% منها هيضيع في القشر. فانت دايما تفضل انك تشتري البطيخه اللي هي عنجها هيكون رفيع بالشكل ده. دي الملحوظه التانية. يبقى الملحوظه الاولى نشتري الحاجه الكبيره، الملحوظه التانية نشتري الحاجه اللي عنجها رفيع، الملحوظه التالتة ان احنا البطيخه بيكون شكلها، شايفين شكلها شايفين شكل الخطوط اللي عليها بتكون كلها مستويه وشكلها ناضج كده. يعني يعني ما فيهاش عيوب معين. في احيان بطيخ تشتري تلاقي مثلا في بعض الدود هنا، تلاقي في دوده هنا، تلاقي لو فيها دوده تعرف ان البطيخه كلها بايظه. احيانا تلاقي مثلا في حاجه في اي تشوهات، مثلا ما وصلهاش ميه، ما وصلهاش غذاء معين، فهي بتكون سبب ان البطيخه بتاعتنا تطلع مش كويسه. اما بقى اهم حاجه بقى اللي احنا بقى علامه الجوده، اللي هي علامه الجوده. شايفين البطيخه في جزء منها اللون الاصفر ده، في جزء منها اللون الاصفر. اللون الاصفر ده معناه ان البطيخه قعدت فتره كتيره في الارض عشان نضجت وبقت كويسه. فنعمل ايه؟ فدايما نفضل ان احنا لو لقينا بطيخه لون في علامه، قعدنا نقارن لقينا واحده في علامه لونها اصفر هنا، دي المفضله. فاحنا زي ما قلنا لكم نختار الحاجه اللي لونها اصفر الجوده في البطيخه، اللي معناها ان البطيخه متخزنه وقعدت فتره طويله في الارض. فايه اللي نعمله هنا؟ نختار الحاجه اللي لونها اصفر. في حاجه يبقى لونها ابيض او لونها لسه ما عملتش لون معين كده هو، فده بتكون جودتها عاليه. لكن الجوده العاليه بتكون فين؟ في اللون الاصفر، ان هو دي معناها قعدت فتره طويله في الارض. دي الملحوظه المهمه، او دي اسمها علامه الجوده في البطيخ. هنشوف مع بعض دلوقتي. مع بعض هنفتح دلوقتي احنا عرفنا 3 علامات. ان نشتري الحاجه الكبيره، نشتري الحاجه اللي شكلها ناضج وما فيهاش اي عيوب او اي ثقوب. الحاجه الثالثه نشتري البطيخه اللي فيها الجزء الاصفر لعلامه الجوده. هنفتح البطيخه دلوقتي وهنشوف مع بعض الكلام دلوقتي مظبوط ولا انا في اي حاجه غلط. خليكم معانا. البطيخة جرب ايدك تحت. أعزائنا متابعين قناة مطبخ 5 نجوم، عشان توصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنعملها المفيدة بالنسبة لكم، ياريت نضغط على زر الاشتراك الموجود تحت أي فيديو من الفيديوهات على القناة. اشتراك. أول ما تضغط على زر الاشتراك هيظهر لحضراتكم علامة الصح إنكم مشتركين في القناة، وهيظهر جنبها علامة الجرس. عشان تظهر لحضرتك إشعار بكل فيديو جديد نازل لازم تفعل علامة الجرس، تضغط عليه كليك كده وتحط علامة صح قدام ارسال جميع الاشعارات بشأن هذه القناة، وتدوس على حفظ. مجرد اي فيديو هينزل هيجي لحضرتك اشعار كده في الفوق خالص هنا عند الجرس عند قناتك بان في فيديو جديد من مطبخ 5 نجوم. بشكر حضراتكم لمتابعتنا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.